وقعت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالرباط اتفاقا يهم تحسين دخل الرجال ونساء التعليم، وينص الاتفاق على وجه الخصوص على زيادة في الأجر لكافة موظفي القطاع بمبلغ شهري صاف حدد عند 1500 درهم يصرف على قسطين متساويين في الفاتح من يناير القادم والفاتح من نفس الشهر لعام 2025. كما تضمن الاتفاق الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات على ألا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم، وأيضا الزيادة في التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30% مع جعل القيام بها اختياريا. وقد أكد ممثلو المركزية النقابية الموقعة على الاتفاق أن هذا الأخير يعد مكسبا لرجال ونساء التعليم، معتبرين أنه يشكل خطوة مهمة لكونه يتضمن مكتسبات الرجال ونساء التعليم، وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية. في انتظار الشوط الثاني من هذا النقاش اللي غيتم مع كذلك اللجنه الوزاريه حول باقي المضامين ديال النظام الاساسي. هادشي خصو يتم طبعا في اجواء ايجابيه وفي روح ايجابيه، لا على مستوى الحوار ولكن كذلك على مستوى الساحه، بحيث انه اليوم يجب ان تعود الحياه الى مدارسنا العموميه. ابناء شعبنا اللي احنا دائما كنقابه كندافعوا على الجماهير الشعبيه، وهذو ابناء شعبنا خصهم يعني يتمكنوا من حقهم في متابعه الدراسه. اليوم استطعنا أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع الوفد الحكومي ككل تحت رئاسة السيد بن موسى، و5 أيام من النقاش المتواصل مع السي فوزي القجع اللي استطعنا من خلالها تدليل كافة الصعوبات وخاصة الانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم. فاستطعنا التوصل أولا إلى حل الملفات العالقة والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من 10 سنوات مع الكلفة المالية لها، واستطعنا كذلك أن نصل إلى اتفاق تاريخي حول الزيادة في الأجر بمبلغ 1500 درهم لقطاع التعليم. من جانبه وصف نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل محمد خفيفي الاتفاق الموقع بالتاريخي، سيما أنه يأتي عقب 4 اجتماعات شاقة، مضيفا أنه تم العمل في هذا السياق بمسؤولية وروح مواطنة لإعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم وللمدرسة العمومية وضمان عودة التلاميذ إلى الأقسام. اليوم نوقع اتفاق اعتبره تاريخي اللي أولا جاء بعد 4 اجتماعات ماراثونية وكانت شاقة وعسيرة، واللي وضعت فيها النقابة التعليمية الأربع من الجامعة الوطنية للتعليم ملف مطلبي اللي عنده ارتباط بالأثر المالي. اشتغلنا بواحد النوع من المسؤولية وبروح المواطنة اللي الهدف الأساسي منها هو إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وبطبيعة الحال إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية. أما الاتفاق أولا على تحسين الدخل، وهذا هو أهم شيء، المقدار ديالو 1500 درهم على سنتين تبتدئ من 1/1/2024 والشق الثاني في 1/1/2025. بالإضافة إلى هذا كاين مجموعة من اتفاقات اللي مرتبطة بعدد من الملفات الفئوية، يمكن لي نذكر البعض ديالها، وهو انه تعويض لاساتذه السلك الثاني بمقدار ديالو 500 درهم، تعويض اخر بالنسبه للفئه اللي هي مهمه في القطاع وهي ديال المساعدين الاداريين والتقنيين 500 درهم، ايضا بالنسبه للناس اللي وصلوا خارج السلام في الدرجه 5 عندهم 1000 درهم، بالنسبه لهيئه الإدارة التربوية المتصرفين التربويين عندهم أيضا تعويض ديال 500 درهم، وعدد من العدد من النقاط اللي هي مهمة اللي الأساسي فيها كنتمناو أن نكونوا أن ما خيبناش انتظارات نساء ورجال التعليم، وعندنا اليقين بأن هذه القرارات هي مرتبطة أيضا بالجولة الثانية اللي غادي تكون ابتداء من الأسبوع المقبل، واللي غادي يتم فيها مراجعة النظام الأساسي. غادي نراجعوه من المادة 1 حتى المادة 98 على أساس أن هناك بعض النقاط الخلافية اللي غادي يتم التجاوز ديالها من أجل أن تعود للمدرسة العمومية الاستقرار ديالها، أن يعود أبناء الشعب المغربي إلى المدارس، وأن يعود أيضا الأساتذة أيضا إلى أقسامهم. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي. وأكدت الجمعية العامة بذلك القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، ويدعو مجموع الأطراف
إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ العام 2007. يدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن 19 المعتمدة منذ 2007. وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام فيما بينها من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف. ولم يتضمن القرار على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي. بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس شكل تعزيز العلاقات المغربية الأرجنتينية محور مباحثات أجراها رشيد طالب العالمي رئيس مجلس النواب مع وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو. وجاء هذا اللقاء على هامش تمثيل رشيد طالب العالمي لجلالة الملك محمد السادس يوم الأحد في المراسم الرسمية لتنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي. وقالت موندينو إن اللقاء برئيس مجلس النواب المغربي كان مثمرا للغاية حيث تم التطرق إلى العديد من المواضيع والقضايا التي تشكل محط اهتمام البلدين، مشيرة إلى أن الأرجنتين تطمح إلى تعزيز أكبر للعلاقات التجارية والثقافية مع المغرب سيما وأن البلدان يتمتعان باقتصادين متكاملين. من جانبه قال الطالب العالمي إن اللقاء تمحور حول مجموعة من القضايا وخاصة سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية بالأرجنتين، كما شكلت إمكانية الاستفادة من تجربة المغرب خاصة في الصيد البحري والإنتاج والصناعات الفوسفاتية والمخصبات الفلاحية محاور أخرى ضمن هذا اللقاء مع وزيرة خارجية الأرجنتين البلد الفلاحي بامتياز.